الوقت هو سر النجاح اللي بنغفل عنه. الوقت مش بس ساعة بتتحرك، دي فرصة، ولو ما لحقتهاش هتضيع. كم مرة قلت ما لحقتش، ما عرفتش اخلص، الدنيا كانت زحمة. كلنا بنقول كده، بس الحقيقة اللي بينجح هو اللي بيعرف يستغل الوقت، مش اللي بيستناها تعدي. المشكلة مش في الشطارة ولا في الموهبة ولا الحظ، المشكلة بمنتهى البساطة في حاجة بسيطة جدا اسمها الوقت. أنا الدكتور محمد عثمان، ومعاكم في ميتنج جديد النهاردة. هنتكلم فيها عن العدو اللي مش بنشوفه وبيعدي من غير ما نحس. لو عايز تغير حياتك اظبط ساعتك وركز معايا. الوقت هو الحاجة الوحيدة اللي بنملكها طول ما احنا عايشين. الوقت هو اغلى حاجة عندك، هو المورد الوحيد اللي لا يمكن شراؤه او تخزينه او استعادته. ومجرد ان اللحظة بتعدي بتروح للابد، ده يخلي كل ثانية بتمر علينا قد ايه هي غالية. الوقت هو حياتك اللي انت هتقرر تعيشها ازاي. الايام هتعدي والوقت هيمر، اذا كان كويس او لا، اذا كنت مبسوط او متضايق. الوقت هيمر مش هتقدر ترجعه، ولكن لو قدرت تستفيد بيه هو ده اللي هينجحك، وهو ده اللي هيخليك متميز وتعيش تجربة حياتك بكل تفاصيلها الجميلة. المطلوب منك بسيط، وهو انك تستغل وقتك صح. في حاجات كتير بتميز الناس اللي نجحت فعلا في حياتها، لكن تخيل ان مش اهمها الذكاء او الحظ، اهمها هي ادارة الوقت. دي مشكلتنا، ان عندنا لصوص للوقت او حرامية للوقت. من اكتر الحرامية دول هو التأجيل بتاع بعدين، لما اخلص، او في وقت تاني هشوف. الحاجة التانية عدم ترتيب الاولويات، والحاجة التالتة المهمة جدا عدم الرفض، انك تقدر تقول لا. واهم حاجة دلوقتي مشكلتنا الكبيرة هي المخدرات الرقمية او الماجريات او المشتتات. مجريات هي جمع كلمة ماجرة. احنا بقينا بنهتم بالترند وبنتابعه دقيقة بدقيقة، وبنضيع وقتنا ومجهودنا بنتابع السياسة والفن والاخبار وكل ما هو غير مفيد. تخيل ان الاحصائيات بتقول ان المتوسط العالمي للاستخدام بتاع المواقع التواصل الاجتماعي 2.5 ساعات يوميا، يعني 912 ساعة في السنة، يعني 38 يوم في السنة. أما بالنسبة للجيل الجديد جنريشن زي اللي هو من 16 ل 24 بيقضي 4 ساعات يوميا، ده عالميا. أما محليا بتوصل ل 8 ساعات و10 ساعات، يعني ده شيفت وظيفي كامل بدوام كامل طول الأسبوع طول السنة. لازم يكون لينا وقفة، لازم نفهم ايه المهم وايه الغير مهم، لازم نعيش الواقع الحقيقي مش الواقع الافتراضي. مشكلتنا دلوقتي ان المخدرات الرقمية هي اكبر مصيبة عندنا. جرعة الدوبامين بقينا دلوقتي بناخدها من السوشيال ميديا، بناخدها من الفيديوز، بناخدها من الصور. بنتفرج على الناس وهي بتسافر، وهي بتفرح بعربية جديدة او بيت جديد، وهي بتستخدم ادوات جديدة، او عايش على اليخت وهو في البحر وهو في المطعم. بس للأسف مش انت اللي بتعمل كده، مش انت بطل الرواية، هم ابطال الرواية. انت متفرج، انت بتاخد جرعة دوبامين من اللي هم بيعملوه، وفي الاخر بتحس انك مش عامل اي انجاز، بتحس بالاحباط. ودي مصيبة كبيرة جدا. كنت اعرف واحد بيتفرج دايما على البرامج السياسية والفنية ومتابع جيد للمواقع الاجتماعية، بس لما بسأله عن رأيه بعرف قد ايه هو ضيع وقت. لازم نتابع المواقع المفيدة وتكون محدد لها وقت. اتعلم وادرس وخد خبرة وتعلم مهارات جديدة، وانت بتستفيد خد وقتك، هو ده المهم. مهم ان مفيش حاجة بتيجي بسرعة. زي ما اتعلمت ابتدائي واعدادي وثانوي وكلية لازم تاخد وقت. احنا للأسف في الوقت الحالي الآلة بقت هي اللي تتحكم فينا، هي اللي بتحدد مزاجنا، هي اللي بتعمل اللي بيفيدها وبيخليها تنتشر اكتر. عايز تتغير وتستفيد، خلي الآلة على الهامش، حدد لها وقت، اعمل سيرش عن المفيد ليك فقط لا غير. اتحكم في نفسك وسيطر على مزاجك وتحكم في افكارك. بكل بساطة خلي يبقى فيه دايرة للسيطرة. دايرة السيطرة تقدر تسيطر على تصرفاتك ومجهوداتك ومعتقداتك وأخطائك ومشاعرك وأفكارك وقراراتك وردات فعلك ونشاطاتك. ده اللي جوه الدايرة اللي تقدر تسيطر عليه. أما اللي بره الدايرة مش هتقدر تسيطر عليه، هو ردات فعل الآخرين، أخطاء الآخرين، السياسة، الأخبار، الفن، نفسيات الآخرين، وطبعا المرور مش هنقدر نسيطر عليه. كل ده خارج نطاق سيطرتك. ركز في اللي جوه دايرتك بس وتحكم فيه، وما تشغلش بالك باللي بره الدايرة. خلص كل مهامك وبعد كده اتفرج على المشتتات. بلاش النظرة السريعة اللي على السوشيال ميديا واليوتيوب. الغي متابعة كل ما هو عديم الأهمية. ما تقلقش، الأخبار المهمة هتوصلك. اهتم بمتابعة وتسجيل وقتك. حدد أهدافك، رتب أفكارك، رتب أولوياتك. ابدأ بأهم حاجة وبلاش تأجيل. خلي أهدافك تكون عارفها كويس، واعمل خطة واضحة. اللي بيعمل حاجة بدون تخطيط بيرضى بأقل النتائج، واللي بيخطط صح مش بيرضى غير بأحسن النتائج. خطتك لازم تكون عارف كل حاجة فيها، عارف هي ايه وامتى وفين وازاي ومع مين. اخرج بره الاعجابات والمشاركات ومحاولة اثبات نفسك للاخرين. الوحيد اللي محتاج تثبت نفسك قدامه وتخليه معجب بيك هو انت. كنت معاكم دكتور محمد عثمان في ميتنج.